يا صباح الفل، يا صباح السعادة والانسجام، يا صباح الكلام اللي وراه حكاية. هنا راديو على ما تفرج، البرنامج اللي بنقشط بيه تراب الزمن من على أمثال جدودنا، وبنبص نلاقيها لسه عايشة بتتنطط في وشنا وبتقولك يا ابني أنا اتخلقت علشانك. وانت داخل علينا في الحلقة اللي فاتت فكرنا ان الأمثال الشعبية كتير، بس اللي ما كناش واخدين بالنا منه انها أعمق من انها تكون مجرد جملة بتتقال. النهاردة هننزل تحت السطح شوية، جوه المثل، جوه دماغ اللي قاله واللي استخدمه، وبنقول واحنا خلاص بقينا في نهاية 25 يعني. معانا أول مثل، وهو المثل اللي اتقال غصب عن الناس، وهو اللي بالقدرة على فمها تطلع البنت لأمها. في الحقيقة أنا شفت للمثل ده كذا قصة وكذا رواية، في اللي بيقول إن هو بيرجع للدولة العثمانية، وفي اللي بيقول لأ ده مثل مصري، واختلفت الأقاويل عليه. من ضمن الحاجات بقى اللي اتقالت إن المثل ده اتولد من بيت مصر قديم، في أمة عندها شخصية قوية زيادة، فالبنات اتربوا على نفس الأسلوب. المثل بقى بيقول مهما عملت وهربت وغيرت هتطلع شبه اللي ربوك، خاصة لو كانوا ستات مصر يعني. لكن المفاجأة، علم النفس بيقول إن الجملة دي مش صح بنسبة 100%، بس المصريين قالوا نختصر الكلام كله في 7 كلمات وعيش يا معلم. يا دي الدرس ام حناجل. ايه في ايه بقى؟ ما عارفاش معلوم. اقلب القدر على فمها تطلع العيبه لامها. يا دي النيل على المثل اللي بعد كده هو اللي اتلسع من الشوربة ينفخ في الزبادي. المثل ده مش بيتكلم عن الأكل، ده بيتكلم عن القلوب اللي اتخدعت. اللي ده غدر بيه مرة هيفضل يشك في كل حاجة، حتى لو اللي قدامه زبادي وبارد زي التلاجة نفسها. اللي اتلسع من الشوربة ينفخ في الزبادي. ولا المثل التاني اللي بيقول باب النجار مخلع، ده اتولد من حرفة النجارة في مصر القديمة. كان النجار طول عمره يصلح للناس، ولما يرجع بيته بيكون ميت من التعب فيسيبه مخلع، زي المهندس اللي بيصلح نت الناس وبيته دايما مفهوش شبكة. ومش لكل داء دواء بإذن الله. يبقى باب النجار مخلع ولا ايه؟ الله، انت قصدك ايه بقى؟ معانا مثالين اللي قالهم ده كان قاعد يفتي. في مثل خدوهم بالصوت لا يغلبوكم، ومثل تاني كل تأخيرة وفيها خيرة. كل تأخيرة وفيها خيرة، المثل ده معمول للناس اللي بتتأخر على المواعيد ومش عاوزين يشيلوا ذنب. اتأخرت قول الكلمتين دول وهتطلع ملاك. مع انه اتولد من تجربة ست مصرية راحت السوق، اتأخرت ولقت أوفر سعر بعدين، ومن يومها بقى شعار عالمي. كانوا على رأي المثل كل تأخيرة وفيها خير. ونيجي المثل خدوهم بالصوت لا يغلبوكم، ده مثل مصري صريح جدا، بيتكلم عن اللي صوته أعلى من حجته، اللي لو دخل المناقشة يكسبك بالصوت مش بالمنطق. وده اتولد أصلا من سوق مصر قديم، واحد بيبيع وبيزعق علشان يغطي على العيوب. راديو على ما تفرج مع محمد سعد، راديو على مزاج. في أمثال عندنا بقى فيها خيانة بس لابسة جلابية، يعني إيه؟ يعملها صغير ويتعب فيها الكبير، أو حميها حرميها. عندك يعملها صغير ويتعب فيها الكبير، أصلا يتقال المثل ده لما ولد صغير عمل مصيبة والأب اتحمل كل حاجة، زي ما بنشوف دايما يعني اللي يأذي غير اللي يشيل اللوم. إنما حميها حرميها ده مش مثل، دي صرخة. اتقال أول مرة على مخزن في قرية، الراجل اللي ماسكه كان بياخد لنفسه حتة حتة لحد ما لقوا نصه متاكل. في أمثال بتبقى لسه عايشة معانا وتحس إن هي بتمشي على رجلين، زي المية تكدب الغطاس واللي فات مات. نيجي مثلا للي فات مات، أكتر مثل مصري يعني ناس كتير بتقوله وقلبها بيبكي، بس المصريين عندهم قدرة غريبة جدا، يشوفوا المصيبة ويقولوا خلاص هنعمل إيه. راديو على ما تفرج مع محمد سعد، راديو على مزاج. ودلوقتي أصدقائي معانا اتصال ومداخلة جميلة من صديقتنا مروة. ازيك يا مروة، عاملة ايه؟ تمام الحمد لله. يا رب دايما. حابين يا مروة نسمع رأيك في موضوع الأمثال المصرية. يلا اتفضلي المايك معاكي. بصي يا أستاذ محمد، الأمثال دي مش مجرد كلمات، دي مراية بتعكس روح المصري الحقيقي.
المصري اللي بيضحك وهو متضايق ويلمح بدل ما يشرح، ويدي حكمة بجملة واحدة بدل ما يقعد ساعة يحكي. طيب بتشوفي إن هي ليها علاقة بهويتنا؟ أكيد طبعا، الأمثال اتولدت من الشارع، من البيوت، من المشاكل والحلول اللي المصري بيخترعها في ثانية. كل مثل وراه قصة، وراه طريقة تفكير، وتقدر من خلاله تعرف احنا بنفكر ازاي وبنشوف الدنيا ازاي، وحتى ازاي بنواجه الحياة بضحكة وبلدغة خفيفة. حلو الكلام. بس في ناس شايفة إن الأمثال بقت قديمة ومش مناسبة لوقتنا. لا خالص، الأمثال بتكبر معانا، يمكن الناس بتتبدل، يعني بتبدل كلمات، تغير نطق، بس الفكرة لسه عايشة ولسه بتشرحك وتشرحني وتشرح المصري اللي شايف الدنيا بنكتة وحكمة في نفس اللحظة. رأي جميل ومهم جدا يا مروة، والله يعني بنشكرك جدا على المداخلة دي اللي زي ما بنقول كده جت في الجون. بس طبعا قبل ما انهي معاكي انا حابب بقى اسمع منك حاجة خفيفة كده، يعني براحتك، شوفي بقى انت حابة تغني تسمعينا ايه. طبعا أكيد. يلا بينا. لولا الملامة يا هوى، لولا الملامة لفرد جناحي عالهوى زي اليمامة. لولا الملامة يا هوى، لولا الملامة لفرد جناحي عالهوى زي اليمامة. وأطير وأرفرف في الفضاء، واهرب من الدنيا الفضاء. واطير وارفرف في الفضاء، واهرب من الدنيا الفضاء. وكفاية عمري، كفاية عمري اللي انقضى، وانا بخاف الملامة، وانا بخاف الملامة وقام الملامة. من الملامة. ابدعت يا مروة، إيه يا عم الجمال ده، ايه يا عم الجمال ده، ما شاء الله عليكي، ابدعتي وكمان اتبسطت جدا وشرفتيني في المداخلة الجميلة دي، وان شاء الله ما تكونش اخر مداخلة. شكرا لحضرتك، انا كنت سعيدة جدا ان انا معاك والله. والله وانا اسعد، شكرا ليكي يا مروة. وفي الاخر يا اصدقائي بنكتشف ان الامثال المصرية مش مجرد كلمات ماشية في الشوارع، ولا جمل بتتقال من غير تفكير. الامثال دي ذاكرة، ذاكرة بلد كامل، ضحك وزعل، شدة وفرج، خوف وامل، جيل يسلم لجيل، وحكاية بتكمل حكاية. كل مثل مصري هو لحظة حد عاشها، اتلسع، اتعلم، ضحك أو حتى اتوجع، فحول التجربة لجملة صغيرة تفضل تعيش لآلاف السنين. ويمكن ده السبب إن الأمثال عندنا مش بتموت، لأنها مكتوبة جوه القلوب قبل ما تتكتب على لسان الناس. وكل مرة نقول مثل بنفتكر إن المصري مش بس بيحكي، ده بيفهم ويعلم ويورث حكمة الدنيا كلها في جملة من 7 كلمات. وفي النهاية بنقول اللي ما يعرفش قيمة الكلام عمره ما يعرف حكمة اللي قاله. ودي كانت الجزء الثاني من حلقتنا أو حكايتنا في الأمثال الشعبية المصرية. انتظرونا إن شاء الله في حلقة جديدة، ونقول لكم باي.